اخيرا بعد طول انتظار يا صاحبي طريقه تنزيل نسخه جوجل كاميرا للموبايل بتاعك. لو انت اوبو، انفينكس، شاومي، سامسونج، اي تليفون حرفيا هتعرف تنزل نسخه جوجل كاميرا. قبل اي حاجه كده يا صاحبي، انا اسمي احمد محمد، بقدم لك محتوى الايديت والتعديل على الصور. والفتره اللي فاتت قلت لكم ان انا هنزل لكم برامج تصوير، وطبعا يا صاحبي افضل برنامج لازم نبدا بيه اللي هو برنامج جوجل كاميرا. انا عايزك تنسى الكاميرا بتاعه الموبايل خالص، عشان ده هيطلع لك تصوير اكنك بتصور بايفون، وهيطلع لك اعلى كواليتي التليفون بتاعك بيطلعه. حرفيا المصورين كلهم بيستخدموا البرنامج ده. اعلمك ازاي تحمله، لان تحميله صعب شويه لبعض التليفونات، وانا جايب لك النهارده برنامج وموقع تحمل منه نسخه جوجل كاميرا. اكيد بقى لو انت ما لقيتش التليفون بتاعك موجود في البرنامج هتلاقيه موجود على الموقع. تمام، اهم حاجه ننزل النسخه. وفي الفيديو اللي جاي اقول لك ازاي تحول نسخه جوجل كاميرا ديت لايفون. يعني انت مثلا تضيف لها سين بتاع الايفون 14 هتلاقي الصوره بتاعتها عامله زي صوره الايفون زي ما انت شايف كده، وعطيك السين بتاع الايفون. عشان ما نطولش في الشرح يا صاحبي، انا بشكر اخواتي دول كالعاده على تعليقاتهم الجميله. وانت لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي، هتنزل دلوقتي تعمل لايك وتعمل تعليق، ويلا بينا على الشرح. اول حاجه تعملها كده يا صاحبي، هتلاقيني سايب لك لينك في الوصف او في اول تعليق تدخل عليه. لو انت مش عايز تدخل على لينكات خالص، كل اللي عليك هتروح على المتصفح بتاع جوجل وتركز معايا. ركز معايا يا صاحبي عشان تخرج من الفيديو ده وانت محمل جوجل كاميرا. بعد ما تروح على المتصفح بتاع جوجل، هتيجي في السيرش هنا كده يا صاحبي وتكتب بازوكا سوفت زي ما انت شايف كده اهو، بازوكا سوفت. وبعدين تبدا تبحث زي ما انت شايف. كل اللي عليك يا صاحبي هتدخل على اول خانه اللي هي بازوكا سوفت اللي انا معلم لك عليها، او تلاقيني سايب لك اللينك على طول يعني في الوصف. بعد كده هتنزل تحت يا صاحبي زي ما انت شايف كده اهو، افضل موقع لتحميل جوجل كاميرا، موقع وبرنامج. كل اللي علينا ندخل على الموقع ده زي ما انت شايف. هتبدا الصفحه تحمل معاك. كل اللي عليك يا صاحبي هتسيب كل حاجه وتنزل تحت اهو زي ما انت شايف كده بالظبط اهو. هتبدا تنزل كده، طبعا بيقول لك هنا المميزات والعيوب بتاعه الموقع. هتنزل تحت هقول لك اهو للموقع اضغط هنا، ولتحميل البرنامج اضغط هنا. هنجرب احنا الموقع في الاول، ولو في وقت للبرنامج هنجرب البرنامج برضه. بعد كده ندخل على الموقع زي ما انتم شايفين. هقول لك استنى يا صاحبي 15 ثانيه وهتلاقي الموقع فتح معاك. زي ما انت شايف كده يا صاحبي، اول ما استنيت ال 15 ثانيه الموقع فتح معايا. طبعا الموقع ده زي ما انت شايف كده بيقول لك 139 نسخه جوجل كاميرا، يعني انت اكيد الموبايل بتاعك موجود. طيب هتنزل تحت كده يا صاحبي. بص، اول حاجه تليفون سامسونج اللي ما كانش ليه جوجل كاميرا خالص موجود معانا زي ما انت شايف اهو. اول حاجه سامسونج. طيب لو نزلنا تحت تليفون ريلمي موجود، ما كانش برده بيبقى ليه نسخه جوجل كاميرا. لو نزلنا تحت زي ما انت شايف كل النسخ بتاعت جوجل كاميرا. سامسونج تاني اهو. طبعا انت هتدور على النسخه بتاعت الموبايل بتاعك، هتشوف اسم الموبايل بتاعك وبعدين تدخل على النسخه. وليكن مثلا انت ريلمي، هتضغط على ريلمي بالشكل ده كده يا صاحبي وتستناه يحمل معاك. طبعا يا صاحبي زي ما انت شايف كده عندك بص يعني نسخ كتير. هنا سامسونج اي 12. اول ما تضغط على النسخه بتاعت تليفونك يا صاحبي زي ما انت شايف كده هحولك على طول. هتبدا تنزل تحت كده زي ما انت شايف اهو. زي ما انت شايف ده اول نسخه لجوجل كاميرا، تقدر تعمل لها داونلود. ودي تاني نسخه ودي تالت نسخه. طبعا انت هتنزل النسخه اللي هتشتغل معاك. هتجرب اول نسخه، تضغط على كلمه داونلود هتلاقيها بتنزل معاك على طول زي ما انت شايف. هتضغط كده هنا صاحبي اهو، اقول لك للتحميل التنزيل على اي حال هتلاقيها نزلت على الموبايل بتاعك. بس انا كده كده محمل نسخه جوجل كاميرا. فطبعا يا صاحبي دي طريقه تنزيل جوجل كاميرا لجميع الموبايلات. لو انت بقى ما لقيتش الموبايل بتاعك يا صاحبي، فانت تروح تكلم الشركه تعمل اي حاجه. يعني انت لو دخلت على الموقع والبرنامج وما لقيتش نسخه جوجل كاميرا، قول لي في الكومنت على نوع الموبايل بتاعك. تمام كده، عشان نحاول بقى انا اشوف صرفه للموضوع ده. اهم حاجه كده يا صاحبي، يا رب ما اكونش طولت عليكم في الشرح وعلمتك ازاي تحمل نسخه جوجل كاميرا، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا. وما تنساش تعمل لي اشتراك وتفعل الجرس، عشان في الفيديو اللي جاي اقول لك ازاي تفعل على السين بتاع الايفون. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو ده. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.